ازاي ترابيزة السفرة دي بدأت ووصلت لإيه النهاردة من أيام الفراعنة لحد بشاميل الخميس. والنهاردة هقول لكم شوية تريكات تعملوا بيها أحلى أوضة سفرة ممكن تعملها في بيتك. أوضة السفرة دايما كان المخرجين بيستخدموها في المسلسلات وفي الأفلام إنها تكون منصة يجمع عليها أفراد الأسرة، وفي نفس الوقت يبين لك الفرق بين الطبقات سواء في نفس الأسرة أو ما بين أسر مختلفة. لو حطينا سبوت النهارده على مثال، وانا بشوف ان المثال ده مثال مميز جدا في النقطه دي، مسلسل حديث الصباح والمساء. المسلسل ده لو احنا شفنا الفرق بين العيله بتاعه الشيخ معاويه وهم بياكلوا على الارض على الطبليه، ومع التطور ترابيزه السفره القديمه المهكعه اللي كانت عندهم، للفرق بين ترابيزه السفره اللي كان بيقعد عليها داوود بيه اللي هو خالد النبوي في بيته الارستقراطي الكبير. هنا احنا بنتكلم ما بين اخين، واحد عايش حياه ارستقراطيه وواحد عايش حياه بسيطه، والفرق بين الاتنين دول قدر المخرج يوظفهم من خلال كل المشاهد اللي كانت بتجمع الأسر دي على ترابيزة السفرة. كان نادرا ما كنت تقدر تلاقيهم بيتجمعوا في أي فراغ تاني. ولو طلعنا من المشهد ده أو طلعنا من المسلسل ده ودخلنا الفيلم تاني في السينما، مثال رائع فيلم اكس لارج. فيلم اكس لارج مشهد السفرة بتاع رمضان واحمد حلمي كان قاعد لوحده وهو حاسس ان السفرة دي كبيرة وممتدة قدامه، بس هو حاسس فيها بالوحدة، بياكل وهو متضايق وهو زعلان، رغم ان نفس السفرة دي في اول الفيلم في التتر كان قاعد بياكل عليها وهو في منتهى الانسجام. طب ليه؟ عشان فرق الاحساس اللي بيقدمه في اللحظة اللي هو كان بياكل فيها، رغم ان هو كان طول الفيلم مستمتع بلحظات الاكل، بس في اللحظة اللي كان المفروض يحس انه متجمع فيها قدروا من خلال ترابيزة السفرة انهم يوروك ازاي هو عايش في وحدة. ونرجع لمسلسل تاني وكان برضو نفس الفكرة اللي كان بيحاول يبين لنا اختلاف الشخصيات من خلال ترابيزة السفرة، في مسلسل عائلة الحاج متولي. 3 ستات أو 4 ستات كان متجوزهم، كل أوضة سفرة في نفس البيت في نفس النموذج بنفس الشكل، بس الأوضة كانت مختلفة، سواء لونها كان مختلف أو تصميمها كان مختلف أو حتى قعدتهم عليها بطريقة مختلفة. في الشقة بتاعت ماجدة زكي كان بيحس إن هو ده البيت الكبير وده البيت الأصيل. في بيت نعمة الله كنت دايما تحس بالحتة الشعبي أو الذوق القديم والمذهب والجو ده. لما كنت بتنزل تحت للشقة بتاعت سمية الخشاب كنت بتحس بنوع من المحن والدلع كده، في حتى في الإضاءة الخافتة وحتى في الطريقة اللي هي كانت بتقعد تتكلم بيها. هو قدر كل ده يعمله من خلال تجميعهم في كل مشاهد العشاء، اللي كان مفيش حلقة في المسلسل إلا هو قاعد بيتعشى مع واحدة منهم. في مصر القديمة كانوا المصريين القدماء ما عندهمش أوضة سفرة، كانت الموضوع ده مقتصر على منازل النبلاء والفرعون، وبتتعمل في الولائم الدينية فقط. الناس كانت دايما بتاكل على الأرض، بتفرش وتاكل، وكان أغلب الوقت كمان بياكلوا في الأوت دور في الأماكن بره، سواء في جنينة أو قدام البيت أو في أي مكان. مع الوقت بدأ الموضوع ده يتطور إن هم بدأوا يعملوا ترابيزات منخفضة ويقعدوا هم على الأرض، اللي اتعرف بعد كده عندنا باسم الطبلية، بيفرش ويقعد. ومع الوقت بدأت الترابيزات دي بترتفع شوية بشوية، ارتفاعها بيزيد، وبدأوا يعملوا أرائك أو يعملوا زي كنب، بس برضو كان ارتفاعه منخفض. فكرة الترابيزة والكرسي ما كانت مقتصرة على الفرعون، النبلاء، الناس الأغنياء، وكانت عليها ديكورات وعليها حاجات فخمة جدا. سنة 1400 في عهد أمنحتب الثالث، وزي ما دكتور زي حواس قال in my book هتلاقي الدليل على فكرة السفرة وإنهم كانوا بيهتموا بيها جدا في المخطوطات اللي لقوها والحجريات والأحفورات اللي لقوها في مقبرة رخم رع اللي كان وزير في عهد أمنحتب الثالث 1400 سنة قبل الميلاد. وننتقل بعد كده للعصر الروماني واليوناني. فكرة السفرة برضو ما كانتش موجودة غير في القصور وعند النبلاء وفي القلاع. ليه؟ لأن هم دول الناس اللي شايفين إن هم يقدروا يقعدوا ويعملوا فكرة الفخامة الموجودة، وما كانش فيه غرف طعام أصلا مخصصة في البيوت العادية. الإنسان كان في البيت العادي ما عندوش مكان يقعد فيه للأكل، في أي مكان بنفرش وناكل سواء جوه البيت أو بره البيت. إنما في القصور والقلاع كان ليهم غرف مخصصة للطعام، غرف كبيرة جدا وممتدة جدا، زي مثلا الغرف اللي كانت في فيلم هاري بوتر مثلا، قلعة كبيرة وغرفة كبيرة جدا والطاولة ممدودة وعليها أكتر من 100 صنف. الكلام ده كان دايما محاط بديكورات عصر النهضة والديكورات اليونانية والرومانية، تفاصيل رهيبة، وأرضيات كانت بتتعمل من الفسيفساء، وكان فيها أشكال رائعة. بننقل بعد كده للعصور الوسطى. في العصور الوسطى والعصور الإسلامية رجع تاني استخدام الموائد الأرضية، وده كان بالذات في العصر العباسي والعصر الفاطمي، وكان المجلس جزء من الهوية
الثقافية عند الناس، وبرضه كتر استخدام الموائد الأرضية، والناس كانت بتفضل إن هي تقعد على الأرض لحد ما وصلنا للعصور الحديثة. وفي أوائل القرن التسعتاشر بدأ غرف السفرة تظهر بشكل جديد، الترابيزات الكبيرة وبتاخد حيز واسع من المكان، وبدأ حتى الحاجات اللي بتستخدم على المائدة تتغير وثقافتها تتغير، وبدأنا نتأثر بيهم. وبدأ بعد كده الناس في كل مكان بتقلد البيوت الأوروبية في إنهم يجهزوا غرف للسفرة، غرف مستقلة، ترابيزات كبيرة، كراسي قطيفة، أشكال وديكورات قوية وصريحة. وفي نفس الوقت بدأ يظهر عندنا الصين، ودي كانت أول خطوات السفرة بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. بعد كده بدأ التطور بتاعها يزيد 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 لحد ما وصلنا للشكل الأمريكي. الشكل الأمريكي اللي هو بيتم فيه دمج غرفة السفرة مع غرفة المعيشة مع المطبخ في شكل واحد، واللي هو النهاردة أغلب الناس بقت بتفضله على أساس إن شكله شيك وإن هو بيدي لمسة عصرية للبيت، وفي نفس الوقت بيناسب المساحات الصغيرة. وعلى ذكر المساحة الصغيرة بقى، طالما اتكلمنا في المساحة الصغيرة، تعالى أقول لك إزاي تعمل أوضة سفرة حلوة في بيتك. أول حاجة لازم ندور عليها وإحنا بندور على شكل السفرة اللي إحنا هنحطها، المساحة المتوفرة عندنا. ما ينفعش يبقى عندي مساحة صغيرة واروح ادور على سفرة كلاسيك 5 قطع 8 كراسي بشكل عجبني في الصورة واقول هي دي اللي هتيجي عندي. مش هتكفي ومش هتقدر تفرشها كلها زي ما انت شفتها في الصورة، وهتكون رميت فلوسك على الارض. لازم اول حاجة تعملها ندرس المساحة ونشوف حجم الترابيزة المناسب لينا وحجم القطع الإضافية اللي هتبقى جنبها، اللي هو النيش والبوفيه. السفرة مش شرط تبقى مستطيلة، في سفرة مستطيلة، في سفرة مدورة، في سفرة مربعة. والسفر المدورة والمربعة دي بتوفر جدا في المساحة لو انت المساحة عندك امتدادها مش طويل. لو قصيرة السفرة المربعة هتكون اختيار مثالي ليك. تاني حاجة عشان تحس بشكل السفرة الحلو، اختار كرسي ارتفاعه مش عالي. الكرسي اللي ارتفاعه مش عالي، الارتفاع بتاع الظهر بتاعه لما بيكون صغير بيبرز شكل السفرة وبيخلي شكلها قيم جدا وشيك، وبيبين جمالها في المساحة الصغيرة. تالت حاجة اختار ألوان للسفرة تكون حلوة، وما تخافش انك تختار للكراسي لون يكون جريء شوية، بس على باليتة ألوان تكون مختارها عشان ما تدمرش الدنيا في الريسبشن بتاعك. وفكرة الألوان دي هنتكلم عليها بعد كده في فيديو لوحدها، بس فكرة الألوان إنك تختار لون جريء يخلي السفرة دي عندك فوكال بوينت، هيخلي الموضوع في حتة تانية خالص. أهم نقطة واللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، وممكن تتفرجوا على الفيديو اللي فات من اللينك ده، فكرة الإضاءة. ترابيزة السفرة أهم حاجة فيها الإضاءة، لازم يبقى فوقيها نجفة. مش شرط تكون نجفة كريستال ومش شرط تكون نجفة تقيلة، نجفة يكون إضاءتها شكلها حلو تجمع الناس حواليها بارتفاع حوالي 80 سنتي المتر فوق الترابيزة، هتخلي السفرة دي منورة وهتخلي شكلها تحفة. أهم حاجة وانت بتختار السفرة ما تختارش حاجة غالية وخلاص، لازم تختار حاجة مناسبة للمساحة بتاعتك، ولازم تختار حاجة مناسبة لذوقك وتتكلم عنك وتحكي عنك، عشان السفرة مش مجرد فراغ محطوط كده وخلاص. السفرة هي اللي بتجمع العيلة كلها عليها، وهي اللي بتحكي حكاية البيت. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنانا في فيديوهات جاية عشان عندنا حكايات كتير لسه هتتحكي.